السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأحبابي ومتابعيني في كل مكان. إزيكم عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. كان المفروض امبارح إن أنا أعمل فيديو وأتكلم على كل اللي الدنيا بتتكلم عليه، اللي هو إيه؟ اللي حصل في الاستاد يوم الماتش بتاع الأهلي والرجاء، وليه الجماهير ما كانتش متجانسة، وليه زي ما كله كان بيهري، كله بيتكلم وبيهري. ولكن قلت لا، سيبهم كلهم يقولوا اللي عندهم، وبعدين على هدوء حتى انا نفسي اكون هديت نفسيا من اللي شفته بعيني جوه الاستاد، لان زي ما انتم كلكم عارفين انا كنت حاضر المباراة دي. واتكلم بقى. اولا، المخطط من قبل ما من قبل الماتش بكتير، تقريبا من الساعة 6:30 أو 6، يعني عند صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب، أما بدأوا المراسلين أو الصحفيين والمصورين بتوع المواقع الإلكترونية والمواقع الرياضية ينزلوا أرض الملعب ويصوروا. ففي موقع كلنا عارفينه طبعا اسمه في الجول. موقع في الجون ده فيه ولد مصور تخين مليان، انا معرفش اسمه للاسف، ولا يشرفني ان انا اعرف اسمه. تخين مليان كده، ده معروفة هويته لكل الجماهير. هو زملكاوي بيشجع الزمالك، هو حر يشجع اللي هو عايزه، ان شاء الله يشجع تل ابيب. انت في مهمة عمل للتصوير فقط. الولد ده في ماتش بيراميدز وفي ماتش الهلال كان بيتعمد إثارة الجماهير الدرجة التالتة شمال، وكان بيتعمد يعمل معاهم مشاكل. يوم الماتش بتاع الرجاء هتكلم على اللي شفته بعيني. انا شفت مشاكل في بيراميدز، في ماتش بيراميدز نهائي الكاس، بس ما عرضتهاش انتباهي. لكن الماتش بتاع الرجاء انا كنت قاعد في المقصورة، وطبعا بجيب بالموبايل بقرب الزوم بتاع الكاميرا بشوف حاجة. الولد ده راح ماسك الكاميرا بيلقط صور لاشخاص معينه جوه مدرجات التالتة شمال. فالجمهور طبعا عارفه، قعدوا يقولوا له بره 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 بره. فراح عامل حركه بايده او بصباعه للجمهور، طبعا استشاط الجمهور غضبا. فالجمهور قاعد يشتم فيه، وبره بره بره زمايله اللي من المواقع التانية بقية المصورين جريوا عليه، خدوه سحبوه. والولاد بتوع الامن اللي هم بيلبسوا البرتقاني دول راحوا عملوا ساتر بينه وبين الناس، سحبوه ورا يافطات الاعلان اللي ورا الشبكه. وبتوع الامن اللي هم الامن الداخلي بتاع الاستاد بقى، الله اعلم تبع شركه الافريقيه دي ولا تبع الاستاد ولا تبع ايه، راحوا له وحاولوا خلاص، هو ما رضاش يخرج وبتاع، وقال لهم ان انا مش هيبعد عن المكان ده، انا هقعد خلاص، مش هروح ناحيه الجمهور تاني. وفضل الجمهور يهتف ضده. هو اللي كان عايزه عمله، انه يطلع صوره الجمهور بالغضب والنرفزه والحميه دي والحمقى دي، عشان يقول لك اهو ادي جمهور الاهلي اهو، لما بتفتحوا لهم العدد بال50,000 يا ابني انتم محروقين ليه؟ هنيجي على ده نكره، ولكن ده بداية المخطط. نيجي بعد كده، كلنا شفنا المقطع الفيديو بتاع الراجل ذو الرداء الابيض، القميص الابيض اللي هو نزل وكان حاسس ان هو الناصر صلاح الدين. اولا هذا الفيديو تحديدا، غير انه بيدين هذا الكائن اللي فاكر نفسه رجع ايام زوار الفجر وبيتعامل مع الشباب، شباب راقي ومحترم ومثقف، شباب جامعات، شباب كلهم متعلمين، وبيتعامل معاهم بهذه الطريقة السخيفة الخارجة عن اللياقة والأدب والاحترام، وإن دلت على شيء تدل على إن هو مش إنسان أصلا. وأنا متحمل تبعية كل الكلام اللي بقوله. دي دليل احترام وادب وتقدير لجمهور النادي الاهلي بتاع التالتة شمال. ليه بقى؟ انت فرد معاك 2 3، والمدرجات التالتة شمال كلها مليانة. يعني لو انت بتحاول توصلهم لمرحلة الغضب والإثارة عشان يعملوا رد فعل غير سوي، انت واللي معاك هتتبلعوا، هتختفوا لو الولاد دول مش مؤدبين، لو الولاد دول مش متربيين، مش متعلمين، لو الولاد دول مش جايين لا لشيء الا حبا في الكيان وتضحية بمال وبوقت وبجهد عشان يشجعوا النادي الاهلي،
وعشان يبقوا ظهر وسند ودرع وسيف للنادي الاهلي، كانوا خدوا الموضوع على صدرهم ان انت بتهينهم اهانه شخصيه، واستحملوا ده عشان خاطر الاهلي وعشان خاطر كان الاهلي الناجح اللي انتم، وهقول مين انتم دلوقتي بالتفصيل، بتحاولوا تكسروا هذا الكيان. ولن يحدث ومش هتقدروا. انتم قعدتم تدوروا وتحاولوا تعملوا كل المشاكل مع النادي الاهلي عشان توقعوه، ما عرفتوش. لقيتوا ان دايما الناس كلها بتقول ايه؟ ان اللاعب رقم واحد والسلاح رقم واحد للنادي الاهلي هي جماهيره. طب بقى نبوظ الدنيا، نكسر هذا السلاح المهم للنادي الاهلي، ومش هتقدروا. مش هتقدروا. اولا عايز اقول حاجه مهمه جدا. الافراد الامن اللي على الباب في منهم المحترم جدا وبيعاملك بشياكه وبيعاملك بادب، وفي منهم الرزل بمعنى كلمه رزل. نيجي في منتهى البساطه، تعليمات الامن انك تدخل بازازه الميه من غير غطا. طيب انا افهم واقدر ده احتراما واقول تحت امرك وبتاع، لان انت خايف ان الازازه تبقى مقفوله فالميه تبقى بتقل ومقفوله وتوجهها وتحدفها. ما الازازه وهي مليانه اصلا، ما دورات المياه فيها حنفيات عامله الازازه لو انا عايز ارميها ومن غير غطا فهي تقيله برضو. دي نمره واحد. نمره اتنين، الكافيتريات جوه الاستاد، يعني اللي هي من بره المدرجات، الكافيتريات بتبيع ميه، ازاز ميه بغطاها. هل هي بتبيع من غير غطا؟ بتبيعها بغطاها. يعني ايه الحكمه بقى ان انت تمنعني ادخل بازازه ميه بغطا وتشيل الغطا، وانا جوه ممكن اشتري بدل الازازه 20 ازازه بغطا لو انا عايز اعمل مشكله، لو انا بفكر في كده. غير انك بتفتح لي الاستاد من الساعه 2 او الساعه 3 الظهر والماتش الساعه 9. طيب هل من المتوقع حضرتك من 2 ل 9 الجمهور اللي قاعد مع التجمعات والهتافات ريقه ما بينشفش، ما بقاش عايز يشرب؟ بيشرب وهيروح يملى الازازه تاني ويشرب. هل مع الزحام ومع اللي بيعدي من قدامي في المدرج واللي رايح واللي جاي والازازه من غير غطا يخبط الازازه تتغرق والميه تقع واطلع املى والميه تقع هل ده عقل ومنطق؟ ايه سماعه التليفون اللي ممنوعه تدخل بيها؟ سماعه التليفون دي هنعملها مشانق مثلا؟ سماعه التليفون انت لو حبيت تسلكها من بعضها كده وتنرفزت عليها تتقطع. يعني نفسي افهم يعني ايه سماعه التليفون لا؟ يعني ايه الباور بانك لا؟ ليه الباور بانك لا؟ ليه بيعمل ايه؟ هو قنبله موقوته الباور بانك؟ حاجات بتاعت ناس مش بدائيين. ده احنا يعني عدينا مراحل بدائيين في التخلف كتير قوي. ومع ذلك الاعلام، الرايات اللي بتتباع بره واللي الشباب جايبينها معاهم يقول لك شيل العصايه. اتحدى ان في رايه واحده فيها عصايه. ده كلهم ماسوره بلاستيك صغيره، يا ريت ناشفه حتى، ماسوره بلاستيك البيضاء الرفيعه الطريه دي اللي ما بتعملش اي حاجه. شيلها. طب ليه؟ طب انا راجل من الجمهور وعايز امسك العالم واعمل كده وبتاع وبيدي منظر وجمال وحميه في المدرج. لا شيلها. انت بتدور على ازاي تزهق الجمهور. من قبل ما ندخل الاستاد الناس كلها اللي جايه عن طريق المترو بتنزل محطه ارض المعارض، اللي داخل تالتة شمال او داخل مقصورة وداخل اولى وداخل تانية بينزلوا كلهم ارض المعارض. يعني بتوع اليمين هم اللي بينزلوا عند الاستاد عشان يدخل من طريق النصر. موقفين لي هيئة الانفاق بتاعة المترو انفاق، موقفين كل السلالم الكهرباء كلها واقفة في المحطة كلها. فانت تفضل تطلع، شوف تطلع كام دور على رجلك. ما علينا. نيجي بعد كده بعد الماتش يقفلوا المحطة، بيقفلوها والله قافلينها. ناس نزل يرجعوهم تاني مقفولة ما حدش يركب. طب الناس تعمل ايه؟ وطريق صلاح سالم وقف والناس تعمل ايه؟ انا فضلت واقف طبعا نظرا لان الزحمه ودراعي وخايف اي حد يخبطني. فضلت واقف لغايه لما لقيت في شباب بيسترسب كده فتحوا لهم سنه، نزلت معاهم والحمد لله عديت. اقف على الرصيف، انا بقى رايح في طريق عدلي منصور، يعني رايح العبور رايح عين شمس بتاع في طريق عدلي منصور. الطريق الصف الثاني اللي هو نازل بقى العباسيه واللي نازل عتبه وباب الشعريه وكده، الرصيف يعني مش هقول لكم مليان، متروس من اوله لاخره. ويجي المترو ما يوقفش في المحطه، ما يوقفوش في المحطه. انتوا بتعملوا ليه في الجماهير كده؟ مش عايز قول مش هدخل جماهير، لكن ما تبينش الوش الحلو للناس وانت بتضمر اقبح الوجوه. قول لا، قول لا مش هدخل جماهير خلاص.
مش هنعلق لك المشاني. وبعدين انتم اولي الامر بتعملوا اللي انتوا عايزينه في البلد، ما حدش بيقدر يقول لكم لا. قول مش عايز ادخل جماهير، مش تقول لي هفتح 50,000 و60,000 وتعذبهم وتبهدلهم، وعشان الناس في النهايه تعمل ايه؟ تولع الفان اي دي. او بمناسبه الفان اي دي، الشركه القميئه الفاشله 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 شركه تذكرتي والقائمين عليها فشله، اللي من اول ما بتفتح الموقع عشان الحجز وهي واقفه، واقعد انا واحد من الناس قعدت استنى اكتر من 5 أو 6 ساعات ومتحمل وفي انتظار، وعمال يقول لي في الانتظار. ولما جيت دخلت عشان احجز خلاص، وصلت لمرحله ان انا احجز بعد 4 أو 5 ساعات، راحوا مطلعيني من الموقع كده كده عيد من تاني. وبعدين خلاص هوب على النقطه الحمراء التذاكر اتنفذت. ايه ده؟ ليه يعني؟ ليه العذاب ده؟ ليه العذاب ده؟ ليه؟ يعني عايز افهم، هو الناس بتعمل لكم ايه؟ الحاجة الوحيدة المفرحة في البلد، الحاجة الوحيدة الناجحة في البلد، الحاجة الوحيدة اللي ليها قيمة في البلد، اللي بتعمل اسم للبلد، النادي الاهلي، وانتوا بتحاربوا جماهيره. ليه؟ احذروا غضبة جماهير الاهلي، احذروها، اعتبروها تهديد، اعتبروها بحط ضوء احمر عشان تفهموا انتم بتلعبوا في حقل الغام. عشان مين؟ عشان خاطر نادي فاشل، عشان خاطر وزير فاشل سابق بيحمي نادي فاشل، رئيسه فاشل، والقائمين على الاداره بتاعته على الاعلام بتاعه فاشلين، عايزين يفشلوا النادي الاهلي، مش عارفين يبقوا ناجحين زيه فعايزين يفشلوه. احذروا. واحد ده بيقول لك انا رجل دوله وانا مستشار سابق وانا قاضي وانا احترم القانون، وفي الاذاعه الداخليه، واللي سجلوا له اعضاء الجمعيه العموميه اللي بيكرهوه بيتحدى القانون ويتحدى الدوله، ورغم صدور حكم قضائي نهائي وبات ضده بعزله، الا انه لا يعترف بيه وبيجمع توقعات. فاكر نفسه سعد زغلول، بيجمع توقعات من الاعضاء بتوع النادي جوه بتوع الجمعيه العموميه ان هم عايزينه، وطبعا ما فيش فيهم واحد، وانا بقول لكم اهو، وقع وهو موافق، ولكن تحت الاكراه. ليه؟ مش هتوقع؟ كارنيهك، هتقولي كارنيه مشطوب عضويته، ما احنا في العزبه بتاعت الوالده باشا. يقول لك وبيشتم ويهين القضاء ويطعن في نزاهه القضاء، اللي انا اتكلمت عليها قبل كده وناس زعلت لما قلت لجنه عدم الانضباط والقضاء بتوع الافطار الجماعي. اهو عرفتم ان انتم لما بتساعدوا فاسد بيشتم في القضاء. بيقول لك قاضي عشان شطبت عضويته حكم عليا بسنه، وقاضي عشان شطبت عضويته حكم بعزلي. يعني القضاء موجه، يعني رجال القضاء بيشتغلوا بأهوائهم دون رقيب أو دون وازع من ضمير، ده كلامه. ويجي واحد، يا نهار اسود والله العظيم يا جماعة سامحوني بس عشان أنا بتنرفز، واحد زي ميدو بيتكلم عن المبادئ والقيم والأخلاق وهو منزوع كل هذه الأماكن. ميدو اللي هرب من نادي الزمالك وهو عنده 17 سنة، عيل لسه بيعرف يدخل الحمام لوحده، 17 سنه، وهرب من نادي الزمالك اللي عامل دلوقتي حمى الزمالك، وهرب وراح عشان يلعب في اوروبا بره، ويا ريته نجح. اللي بيقولوا ده عالمي، هم بيعملوا من الحبه قبه زي شيكابالا اللي عاملينه اسطوره. يا ريته نجح، يا ريته مثلا بقى نص محمد صلاح اللي قاعد لعب في فرقتين 3 اوروبيين وخد كل الصيت ده. لا، كان بيتنقل من نادي لنادي ويتعمل له مشكله هنا ويعمل مشكله هنا ويشرب ويخرج ويعمل، وبلسان رئيس النادي اللي هو بيدافع عنه دلوقتي. ولكن فعلا الطيور على اشكالها تقع. كل الفسده اجتمعوا في نادي الزمالك، لقوه بيئه خصبه لانهم ينهشوا ويسرقوا ويبوظوا ويدمروا في النادي، لان مش لاقيين حد يقف لهم. اهانوا رموز الزمالك الحقيقيين اللي ممكن يدافعوا عن نادي الزمالك، بهدلوهم وعرفوهم ان اي واحد هيقرب من هذا الكيان هيتمسح به الارض وهيتهان وهيشتم وي. رئيس النادي في الاذاعه الداخليه بتاعت النادي بيقول لوزير الشباب والرياضه الضعيف، وزير الشباب والرياضه الضعيف اشرف صبحي، انت وزير ضعيف. بيقول له انا لسه ما عندي الفيديو بتاع الشقه المفروشه اللي انت كنت قاعد فيها وكنت بتعمل فيها ايه. ادي هو ده اللي ماشي في البلد. اما كيان محترم
رئيسه محترم، رئيسه واجهة مشرفة للبلد ولأفريقيا وللعرب، لا يتحارب هو في جمهوره. الجمهور اللي بيجي جمهور الاهلي بتاع ماتش الرجاء جاي من اسكندريه ومن كفر الدوار، وجايين من الاسماعيليه، فيها ناس محترمه، ناس متربيه اهلاويه، ناس من الاسماعيليه جايه، وناس جايه من مرسى مطروح، وناس جايه من الصعيد، وناس جايه طبعا من مصر شباب، وكلهم شباب محترم. تعمل معاهم كده ليه؟ ابو قميص ابيض ده لو ما تحكمش محاكمه علنيه، سواء هو في الداخليه او في شركه الامن الداخلي بتاعت افريقيا دي. وعلى فكره معلومه بس، شركه الامن الداخلي بتاعت الاستاد تابعه لوزاره الداخليه. ما تدينيش عقل كده على مليون، يحط مليون عقل على عقل مش هقتنع ان واحد شغال موظف في شركه اهليه ملهاش علاقه بالداخليه ويدخل يتمنظر على الناس كده. انا لو اعرف ان ده موظف في شركه اهليه، فاهليه مش تبع الداخليه، ويعمل معايا كده بالبنيه في وشه وباللي في رجلي فوق دماغه، انت شغال ايه؟ انت فرد امن مالكش لازمه عشان تشد اي دي من رقبه شاب اهله صارفين عليه قدك 100 مره عشان تنزل تمسك في ده وتمسك في ده، والجمهور ينشغل في سيبه وسيبه وشمال يمين طلعوا المرشدين. يعني من نفسي افهم، حد قال لكم ان الطبله الترومبيطه والحاجات اللي دخلت في الاخر دي داخله في بوكس بتاع شرطه؟ حد قال لكم؟ ما حدش قال لكم. عرفتوا ليه الجمهور بيقول شمال يمين طلعوا المرشدين؟ اما تبقى مدخل لي شباب جماهير لابسه التيشيرت بتاع الاهلي وهم تابعين للحكومه وللدوله عشان يرشدوا عن بيعمل ايه؟ هو اللي داخل ده معاه ايه؟ ده انا بعدي عشان ادخل اقعد في المدرج بعدي على 5 6 نقط تفتيش، تفتيش ذاتي وتفتيش شنطه وتفتيش، ده دراعي ده اللي مربوط بيفتش فيه، بيشوف فيه ايه، معاه ايه، معاه بازوكا، معاه اربجيه. ارحموا بقى، فكوا بقى، فكوا عن الشعب اتخنق خلاص، فكوا عن الناس عشان حرام كده، حرام كده، اتقوا الله. وما بقاش الكيان الوحيد الناجح في البلد تعملوا فيه كده، عشان ما يبقى، ما هو عشان يبقى كله بقى فاشل، كله فاسد فما حدش يزعل. لا، في كيان ناجح والقائمين عليه بيحبوا الكيان ومكرسين كل مجهودهم ووقتهم وعقلهم وفلوسهم وحياتهم للكيان بجد، مش حراميه بيسمسروا وبيعملوا شركات سمسره وعمالين يهفوا. هم دول اللي قاعدين. هو صوت قله الادب هو اللي بيمشي في البلد؟ بصوا للمؤدبين والمحترمين والناجحين عشان البلد دي لو انتوا عايزينها تنجح، يا ريت يا ريت تبصوا للبلد دي وتبصوا للناجحين فيها. شكرا لكم، وانا اسف جدا ان انا احتديت، ولكن حبي لبلدي هو اللي خلاني اتنرفز كده، لان انا عايز بلدنا تبقى في اجمل وابهى صوره، ما يوصلش، ما نجيش زي حته معفن هربان بره زي اللي اسمه مش عارف اسمه معتز مطر ولا اسمه مش عارف مين، يقول لك اهو شفتوا الاستاد وجماهير المغرب صوتها كان اعلى. لا والله، والله ابدا. ولو كان في التلفزيون بتتفرجوا وصوت جماهير المغرب اعلى فده بفعل فاعل من المخرجين، وانا كنت جوه الاستاد وجمهور الاهلي كان صوته مزلزل، مش مترتب، كل مجموعه بتهتف هتاف غير التاني، لكن في المجمل 60,000 واحد بيهتفوا، ف1,000,000% صوتهم كان اعلى من جمهور المغرب الشقيق اللي فوق دماغنا اللي يحترم بكتير جدا. بلاش تقولوا اكاذيب وتصدقوها. انا كنت جوه الاستاد وجمهور الاهلي والله 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 انا وصلت الساعه 5، من الساعه 5 لغايه لما الماتش خلص الجمهور ما سكتش، والجمهور صوته عالي، ولكن عشان اختلاف الهتافات بين المدرجات، ولكن في المجمل كان صوته عالي. ولكن جمهور المغرب صوته كان واضح في التلفزيون عشان كان في مايكات محطوطة ليهم في التلفزيون، وده عن عمد برضه، وده برضه عن عمد. لكن جمهور الاهلي اعظم جمهور في العالم كله، مش في مصر ولا في افريقيا، اعظم واقدم جمهور في العالم كله، ولو لفيتوا العالم كله لن تجد جمهور وفي ومحترم ويعشق الكيان زي جمهور الاهلي. الاهلي فوق الجميع رغم انف الجميع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.